وفيديو جديد. وفي فيديو النهارده بقى هنجاوب كده على كذا سؤال مهم زي كل سنة بخصوص تابلت سنة أولى الجديد والقديم كمان، فكل حاجة تعرفها في فيديو النهارده. وعلى فكرة ممكن يبقى في جزء تاني من الفيديو ده وهنجاوب فيه برضو على أسئلة أكتر يعني. فلو عندك أي سؤال اسأله تحت في الكومنتات، ويلا بينا ندخل في الفيديو على طول. أول سؤال وهو سنة أولى هتستلم تابلت إيه؟ فسنة أولى السنة دي دفعة 2023 هتستلم نفس التابلت القديم اللي هو تاب A7 بتاع السنة اللي فاتت. طب إيه هي مواصفات التابلت؟ فتعالى كده هنقول على مواصفات التابلت الجديد وهنعمل مقارنة بسيطة كده ما بين القديم والجديد. بس قبل ما نبدأ يعني كده فاعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده 500 لايك زي السنة اللي فاتت، بس عايزين بقى السنة دي نعدي كمان. واشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية كلها. وبس يلا نكمل. بالنسبة لعلبة التابلت الجديد اللي هو A7 فهتلاقي التابلت في الكيس بتاعته طبعا، فهنطلعه ونسيبه على جنب. وتحت بقى بتلاقي كيبل الشحن من نوع تايب سي، وكمان راس الشاحن 15 واط، ودي اللي بتقدر تشحن بيها بطارية التابلت الكبيرة اللي هي 7040 ملي أمبير. وبصراحة يعني فرق البطارية ما بين التابلت القديم والجديد مش كبير، فبطارية التابلت القديم تاب A6 كانت أكبر شوية 7300 ملي أمبير، بس الفرق ما بينهم في الاستخدام فمش كبير قوي. وطبعا بقى بتلاقي في العلبة كتيبات التعليمات دي، وعندك السماعات هنا اللي تجربتها ما كانتش أفضل حاجة على عكس السماعات القديمة اللي كانت تجربتها بصراحة ممتازة سواء كانت في السماعات أو المكالمات. وكمان بتلاقي القلم بتاع التابلت والبتاع اللي هي بتاعت السماعات دي عشان تغيرها يعني على حسب راحة ودنك، ونفس الحاجات برضو موجودة في التابلت القديم، بس الفرق ان التابلت القديم جاي بوصلة شاحن مايكرو USB. طب بالنسبة بقى للمواصفات في الاستخدام، سواء بقى هتستخدمه كدراسة أو مثلا هتشتري تابلت ليك يعني، فايه تجربته في الاستخدام؟ فتعالى الأول كده نبدأ بالتصميم. فبصراحة تاب A7 الجديد أحسن من القديم في التصميم طبعا، بس للأسف مفهوش فلاش، وشكل الكاميرا تحس إن هو كده شكل جديد شوية في التابلت الجديد. والكاميرا هنا بتيجي كاميرا أساسية 8 ميجا بكسل، وبتصور فيديوهات على فول اتش دي 1080، وبصراحة ما توقعش منها أداء حلو ولا في الصور ولا في الفيديوهات. والتابلت الجديد برضو جايب كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، وهي زايدة شوية عن التابلت القديم اللي كان جايب كاميرا أمامية 2 ميجا بكسل بس، فالفرق واضح برضه شوية. وبالنسبة للكاميرا الأساسية في التابلت القديم فكانت جاية 8 ميجا بكسل برضه وبتصور على 1080، ودي تجربة الكاميرتين في الصور. فبصراحة أداء الكاميرات فيهم لا يعتمد عليه، بس ممكن الصور اللي بتطلع من تاب A7 الجديد تكون أحسن شوية من القديم، وده طبعا بفضل المعالج اللي فيه، واللي هو معالج كوالكوم سناب دراجون 662. والمعالج ده نزل في 2020 في كذا موبايل فئة متوسطة أو ممكن نقول عليها فئة اقتصادية عليا، زي مثلا الأوبو A73، وعندك برضو البوكو M3، واللي بصراحة أدائهم في الألعاب ما كانش أفضل حاجة، ولو كنت مثلا بتطول في اللعب فهتلاقي تقطيع في الفريمات والأداء مش هيكون كويس يعني. أما المعالج في التابلت القديم فهو إكزينوس 7870، وطبعا التابلت بيسخن حتى لو بتلعب عليه اي لعبه بسيطه، واداؤه برده مش قوي في الالعاب التقيله، فبرده ممكن نقول ان التاب A7 افضل لانه مهما لعبت عليه برده مش هيسخن زي التابلت القديم، واداؤه مستقر شويه عن التابلت القديم. والتابلت القديم كان جايب ذاكره 32 جيجا و2 جيجا رام، وبيجي فيه برده مكان لشريحه اتصال واحده بس. وبالنسبه للمساحه فلو انت واخده من المدرسه فانت كده كده مش محتاجها، لان كل حاجه تعتبر مقفوله، مفيش غير الحاجات الدراسيه بس هي المفتوحه يعني. وبرضه هنوضح الكلام ده بعدين في اخر الفيديو. وبالنسبه للتابلت الجديد فجايب 3 جيجا رام ومساحه 32 برضه. اما بالنسبه بقى لنظام التشغيل فالتابلت القديم جايب نظام اوريو اللي هو 8.1 والجديد فجايب نظام اندرويد 10. وبرضه انا حابب اوضح حاجه كده، الناس اللي هتيجي تقول لي انت بتقارن ايه بايه مثلا، فانا مش بقارن هنا على حسب ان دول تابلتين مثلا وان الاثنين مثلا بينافسوا بعض، لا، انا بقارن على حسب ان دول حاجات الوزاره هي اللي منزلاهم بس. انما لو انت هتختار حاجه ما بين دول فاكيد طبعا هتختار تاب A7. وكده عرفنا معظم المواصفات. طب انت ممكن تستفاد ايه من التابلت؟ فممكن مثلا تشوف عليه فيديوهات تعليميه وافلام وحاجات تانية كتير. هتقول لي انت لسه قايل ان التابلت مش ينفع تفتح عليه حاجه، ففي ثغرات كتير بتتفتح، فاستنى برضه هوضح لك في الاخر عشان تفهم الموضوع حلو يعني. فبصراحه التابلت الجديد كتجربه مشاهده واستماع فحاجه جامده، لانه جايب شاشه IPS LCD بحجم حوالي 10.5 بوصه، وجايب 4 سماعات هتديك صوت ستيريو ضخم وقوي. والتابلت القديم برضه كان جايب شاشه TFT بحجم 10 بوصه، واكيد يعني انت شايف الفرق ما بين الشاشتين عامل ازاي. فتاب A7 طبعا هيتفوق في الشاشه، لانه بعيدا عن الشاشه الكامله اللي تعتبر في تاب A7 فالالوان فيها افضل، وكمان معاك هنا 4 سماعات على عكس القديم اللي كان جايب سماعتين بس. هيديك برضه صوت قوي وحلو لكن مش ستيريو. فبس يعني دي تعتبر المميزات الاساسيه في التابلتين. ولو عندك اي سؤال تاني او اي حاجه مثلا قولها تحت في الكومنتات، او خش اسالني على الانستجرام، هسيب لك لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن، وهسيبه لك برضه في اول كومنت. طب والسؤال اللي بنسأله كل سنة، هل التابلت ينفع نحمل عليه ألعاب؟ فلا، التابلت ممنوع انك تحمل عليه اي حاجه خارجيه غير المنصات بتاعه الوزاره بس، لان هو المفروض مخصص للدراسه. بس انت دايما هتلاقي ثغرات كده وحاجات تقدر تفتح بيها نت على التابلت وتفتح بقى كل المواقع وتشوف الافلام بتاعتك براحتك من غير ما تهكر التابلت عشان ما يبقاش في ضرر عليك. طب لو هكرت التابلت ايه اللي هيحصل؟
هو التابلت القديم كان سهل انك تهكره وترجعه تاني للنظام بكل سهولة، اما الجديد فصعب انك تهكره شوية، ولو هكرته فممكن متعرفش انك ترجعه للنظام تاني. فيعني كمل ال3 سنين بتوعك كده وفي الاخر ابقى افتحه براحتك. طب بالنسبة للي خلصوا تالتة ثانوي السنة دي فتعمل ايه عشان التابلت يفتح يعني؟ فانت دلوقتي تقدر تهكره براحتك التابلت بتاعك انت، او لو مش عايز تهكره وما تتعبش دماغك يعني، فتقريبا وصل لكله دلوقتي ابديت بيفتح التابلت، ولو ما وصلش فاستنى شوية وهيوصلك. فهيجيلك ابديت هيفتح لك التابلت عادي خالص، ولو مستعجل ممكن تهكره براحتك، كده كده التابلت بقى بتاعك. طب هل هنمتحن على التابلت؟ فهو كل الكلام بيقول ان الامتحانات هتكون ورقي، بس هو ممكن يبقى فيه امتحانات كده تجريبية او شهرية هتوصلك على التابلت كل شوية يعني، وهتمتحنها عن طريق منصة سوفت اكسس اللي على التابلت. فممكن يبقى فيه امتحانات بس مش رسمية يعني. فبس كده كفاية. لو عندك اي سؤال تاني بقى فانزل اسأله، ولو ما عندكش فانزل برضه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل. عايزين الفيديو ده يعدي ال 500 لايك. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.